بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة إن شاء الله مكملين في شابتر 4 من كتاب Good Code Bad Code. في الشابتر ده بدأ إن هو يتكلم عن الايرورز ويتكلم عن كذا أسلوب من الأساليب الخاطئة اللي الناس بتستخدمها في التعامل مع الايرورز واللي بتسبب مشاكل ليها توابع كتير، زي إن مثلا السيستم بتاعي يقف نتيجة ايرور مش متهندل، أو نتيجة إن المبرمج متوقع إن هو يتعامل مع الايرورز في الكلاس ده بشكل معين ويطلع إن الكلاس ده بيهندل الايرورز بشكل مختلف تماما على عكس المتوقع. هنعرف ده وأكتر خلال الفيديو ده إن شاء الله. في البداية هو اتكلم عن إن أكيد أنا هدفي من الايرورز ان انا اتعامل معاها بشكل كويس، ان انا ريكفر الايرور ده، ان انا السيستم بتاعي ما يقفش ويفضل شغال زي ما هو. فهو قسم الايرورز لاربع انواع بناء على المنظور ده. النوع الاول هو الايرورز اللي اقدر ان انا اريكفر منها بسهوله. زي ايه؟ زي مثلا لو في مشكله في الانترنت فمجرد ان انا اظهر رساله لليوزر قد يكون حل كافي، ولكن في بعض الحالات بيكون ده مش حل كافي. زي مثلا في سيستم بيع وشراء، فاحنا عندنا في صفحة المنتج لو انا لقيت المنتج ده مش متاح على الداتابيز، ما ينفعش ان انا اظهر منتج تاني او حاجة بليس هولدر ان هو ده منتج بديل للمنتج اللي اليوزر داخل عليه. لازم ان هو لو ما فيش الداتا اللي هو طالبها، لا لازم اظهر له ان الداتا دي مش موجودة. وفي ثالث نوع عندي المستخدم للكود بتاعي هو اللي بيقدر يحدد هل يعمل كاتش للايرور ولا لا. على سبيل المثال لو انا مثلا عامل كود ان انا باخد انبوت من اليوزر، الانبوت ده ممكن يبقى تليفون او ممكن يبقى ايميل او كده، فالمبرمج اللي هيستخدم الكود بتاعي هو اللي يقدر يحدد ازاي هيفاليديت على الكود ده. لان هو لو مثلا هيستخدمه كتليفون، لو اليوزر دخل ارقام فتمام، لو دخل تكست فهيبقى مشكلة، فبالتالي هو اللي يقدر يحط القواعد لاستخدام الكود ده. رابع واخر نوع هو اللي بقدر ان انا اسأل اليوزر فيه الاول قبل ما احدد انا المفروض اعمل ايه. على سبيل المثال لو خدنا المثال اللي فات، حتة ان انا عندي تكست فيلد مثلا، اليوزر بيدخل رقم تليفون، فهو ممكن ان هو يدخل بيانات مش صحيحة، ممكن يكتب حروف في النص او كده، فان انا اظهر له رسالة اقول له ان هو ده invalid phone number وان ده ممكن يسبب مشاكل في الداتا بعدين. ده مثال على الايرورز اللي اقدر ان انا اسأل اليوزر فيها الاول علشان انبهه ان هو يصحح الداتا دي. وفي الجزء الثاني من الشابتر اتكلم عن مصطلح مهم جدا وهو الروباستنس والفيلير. الروباستنس معناها ان انا الكود بتاعي يكون قوي، ما بيعملش ايرورز او ما بيحصلش فيه اي فيلير، والفيلير هي فكرة ان انا يحصل عندي ايرور او حاجة. اتكلم عن الموازنة ما بينهم، لان انا لو عندي كود ما بيطلعش اي ايرورز فبالتالي هيبقى بيستخدم ديفولت فاليوز كتير جدا، في حين ان انا لو عندي ايرورز بيطلع فيليرز كتير فبالتالي برضو هيبقى مش مستقر. فهو قالك 4 حاجات تاخد بالك منهم في التوازن ما بين ده وده. اول حاجة هي الفيل فاست، ان انت الايرور لما يحصل تظهر ان هو الايرور حصل في المكان ده. على سبيل المثال مثلا لو انا عندي الجهاز اللي بقدر اكشف بيه عن المعادن، لو انا مثلا الجهاز جه عند معدن معين بعدها حصل ان هو خلاص اكتشف ان في معدن هنا، لو هو ادى انذار بعدها ب5 دقايق ده طبعا هيبقى استخدام خاطئ جدا. ولكن اللي حصل ايه؟ ان هو المبرمج اللي عمل الجهاز ده خلى ان هو لما يلاقي معدن يديلي 5 دقايق او يديلي عدد معين من الثواني، بعد كده يظهر المشكلة دي او يظهرها مثلا لما معدن تاني يظهر. فبالتالي اكيد مش ده اللي احنا عايزينه، وكان الاحسن بكتير ان هو لما المعدن يظهر تحت الجهاز يزمر على طول. تاني قاعدة عندنا هي الفيل لاودلي، ان هو ما هندلش الايرورز داخليا كده وخلاص، لا لازم يحصل حاجة ان انا الايرور ده استفيد منه. على سبيل المثال ان احنا مثلا نظهر رسالة لليوزر او نرفع لوج على السيرفر علشان نقدر ان احنا نحل المشكلة اللي حصلت دي، او ايا يكن الفعل اللي هنعمله، ولكن لازم يكون في رد فعل للايرور اللي حصل، ورد الفعل ده ظاهر اما لليوزر او للمبرمجين علشان يقدروا ان هم يصلحوا الايرور ده. تالت حاجة scope of recoverability. اكيد انا مش عايز ان كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل كون مهندلها ان هو خلاص انا السيستم مش هيحصل له اي مشاكل مهما حصل. ممكن يبقى في ايرور كبير هيسبب ان هو مثلا، لو على سبيل المثال لو عندي في برنامج دفع مثلا، فهو اليوزر ضاف بيانات غير صحيحة وانا ضفتها عادي جدا وهندلت ان هو لو البيانات مش مظبوطه لوج للسيرفر وما تظهرش اي حاجه لليوزر وكمل عادي جدا. اللي هيحصل ان هو بعد مده معينه من استخدام التطبيق اليوزر هيلاقي ان هو في عمليات دفع ما بتتمش، او مثلا شخص تاني خالص اللي هو البيانات بتاعته اتضافت بالغلط فبقى بيتخصم منه بدل يوزر مختلف، او بشكل عام هيحصل اي تصرف احنا مش متوقعينه. فبالتالي لازم ابقى محدد السكوب بتاعي، انا ههندل
اعمل ايه، وايه تاني هيبقى الاحسن ان انا لا اظهر لليوزر ان هو لازم يصلح المشكله اللي هنا لو هو دخل انبوت غلط، او ابعت للمبرمجين ان هو في مشكله في الكود هنا لازم تتحل. رابع واخر حاجه زي ما قلنا ان انت ما تخبيش الايرورز، لازم ان انت تتعامل معاها علشان السيستم بتاعك يكون مستقر وبيقدر ان هو يهندل كل السيناريوز اللي بيحصل فيها مشاكل بشكل متوقع، حتى لو كان التصرف اللي هيحصل ده ان انت تظهر الايرور ده علشان يتحل. في الجزء الثالث من الشابتر بدأ ان هو يتكلم عن الطرق المختلفة لإظهار الايرور، والطرق دي مش كلها بتكون متاحة في كل اللغات، ولكن انت بتقدر تشوف من الدوكيومنتيشن بتاع لغة البرمجة اللي بتتعامل معاها ايه المتاح منها للغة بتاعتك. اول طريقة هي اللي checked exceptions، وفي الاسلوب ده بيقدر ان هو يحدد ان الفانكشن دي هتثرو ايرور معين، فبالتالي اي حد بيستخدمها بيكون مجبر ان هو يعمل تراي وكاتش للاكسبشن ده، ولو طبعا ما ضافش تراي وكاتش الكومبايلر اصلا بيقول ان هو مش هينفع تنادي الفانكشن من غير ما تهندل الايرور ده، او ان انت بتخلي الفانكشن اللي انت مناديها جواه هي كمان بتثرو الاكسبشن ده. على سبيل المثال في المثال اللي هو ده في الكتاب، لو عندي فانكشن اسمها get square root اللي هو الجذر التربيعي، فالجذر التربيعي زي ما احنا عارفين ان هو ما بيقبلش اي ارقام سالبة، فبالتالي لو اليوزر دخل رقم سالب المفروض ان انا اعمل ثرو لنيجاتيف نمبر اكسبشن، وعلشان كده هو حدد ان الفانكشن دي بتثرو نيجاتيف نمبر اكسبشن. ولما جينا هنا في الجزء اللي هو نادى عليه على الفانكشن دي هنلاقي ان هو لازم يضيفها جوه التراي وكاتش، او ان هو يخلي الديسبلاي سكوير روت هي كمان بتثرو نيجاتيف نمبر اكسبشن علشان الشخص اللي هيستخدم الديسبلاي سكوير روت يقدر ان هو يهندل الايرور ده. وزي ما احنا شايفين في العنوان ان هو النوع ده من الايرورز اسمه explicit اللي هو واضح وصريح، اللي هو المبرمج بيقدر ان هو ما يقدرش ان هو يستخدم الكود غير لما يهندل الايرورز اللي الفانكشن او الكلاس ده بيثرو الايرورز دي. ولكن في نوع تاني من الايرورز اسمه implicit، وفي النوع ده اليوزر او المبرمج اللي بيستخدم الكود ده ما بيكونش مجبر ان هو يهندل الايرورز دي. على سبيل المثال لو احنا ما حطيناش الثروز نيجاتيف نمبر اكسبشن واحنا يا دوب عملنا جوه ان هو القيمه اللي اليوزر بيضيفها لو هي اصغر من الصفر نعمل ثرو للنيجاتيف نمبر اكسبشن، هنلاقي ان هو الشخص اللي هيستخدم الكود بتاعنا مش مجبر ان هو يحطها جوه تراي وكاتش، ولو حطها جوه تراي وكاتش تمام هتشتغل عادي جدا، ولو ما حطهاش جوه تراي وكاتش او هاندل الايرور ده بشكل عام مش مجبر ان هو يخلي الفانكشن اللي هيستعمل الكود جواها يخليها هي كمان بتثرو. فبالتالي ممكن ان اي حد يضيف قيمه نيجاتيف والابلكيشن يقف عندي بيجيب له رساله unhandled negative number exception، وفي الحالة دي هيضطر ان هو برضو يرجع للمبرمج او ان الايرور ده يحصل في البرودكشن، فيكون المبرمج معرفش اصلا ان الايرور ده حصل او دي ثغرة موجودة في السيستم. وغير اللي تشيكد والانتشيكد اكسبشنز في طرق تانية لهندلة الايرورز، اشهرهم هو النال فاليو. النال فاليو هي ببساطة بتعبر عن ان مفيش اي قيمة راجعة. مثلا لو انا عندي الفانكشن اللي اتكلمنا عنها من شوية اللي هي الجيت سكوير روت، انا ممكن ان انا بدل ما اعمل ثرو اكسبشن واوقف السيستم ممكن ان انا ريتيرن نال ممكن ان انا ريتيرن نال لو اليوزر دخل قيمه سالبه، فبالتالي هبقى الكود اللي انا بستخدم فيه الفانكشن دي بيجبرني ان انا لما استقبل قيمه منها اتشيك الاول هي بنال ولا لا. وده قد يكون مش موجود في كل اللغات، ولكن اللغات بشكل عام لغات البرمجه زي الجافا سي شارب دارت وغيرهم بداوا ان هم يتجهوا للنال سيفتي او مصطلح النال سيفتي عموما ان هم يطبقوه في اللغه دي. فانت ممكن تسيرش باللغه اللي انت بتستخدمها، سيرش مثلا null safety in JavaScript او in TypeScript مثلا او اي لغة تانية، هتلاقي ان انت هل اللغة دي بتدعمها او لا، ولو بتدعمها فازاي تقدر ان انت تعمل ده. طيب لو اللغة بتاعتك مش بتدعم النال سيفتي ايه الحل؟ الحل ان انت تستخدم حاجة اسمها result return type. result return type ده بتقدر ان انت تبعت قيمة او ايرور في الريتيرن تايب بتاعك. على سبيل المثال كان ممكن ان احنا بدل ما نريتيرن نل نقدر ان احنا نريتيرن ريزلت اوف ايرور النيجاتيف نمبر ايرور على طول ونحط جواه القيمه النيجاتيف اللي هو ضافها، او ان احنا لو اليوزر دخل رقم موجب عادي نريتيرن ريزلت اوف فاليو السكوير روت للقيمه اللي هو دخلها على طول، ويبقى الابلكيشن شغال بشكل طبيعي. وبالتالي لو حد جه يستخدم الجيت سكوير روت هيقدر ان هو بكل بساطة يأكسس لو في ايرور فيتعامل مع الايرور ده، لو في قيمة طالعة ان هو يظهر القيمة دي
زي ما هو واضح في الكود. مثلا عملت سكوير روت بيساوي جيت سكوير روت للنمبر اللي اليوزر هيدخله، فبتشيك بيها بقى هل القيمة دي فيها ايرور ولا لا. وطبعا لو اللغة بتاعتي ما بتدعمش ده، فاكيد اللغة دي بتدعم مصطلح اسمه جينيركس، فبقدر ان انا زي ما احنا عملنا هنا اكاريت الكلاس اللي اسمه ريزلت ده. الجينيركس هو مصطلح متقدم شوية، فسيرش فيه برضو لو انت ما اتعاملتش معاه قبل كده. طيب بعد كده هنتعامل مع مصطلح اسمه الفيوتشرز او البروميسز. اللي ما يعرفش المصطلحات دي بيبقى عباره عن ايه، في مصطلح عندي اسمه الاي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس. ده بيسهل عليا ان انا اتعامل مع اي سيرفر او اي سيرفيس بتقدمها شركات زي جوجل او مايكروسوفت او كده. بقدر ان انا اتعامل مثلا مع لينك معين بيرجع لي داتا انا محتاجها، ولان الداتا دي بتاخد وقت علشان ترجع وممكن يحصل ايرورز ماليش اي صلاحيه عليها، مثلا ان الاتصال اتقطع او ان الداتا اللي انا حاولت اوصل لها مش موجوده او فيها مشكله في الوقت الحالي، فبحتاج ان انا بتعامل معاها بشكل مختلف عن الايرورز اللي فاتت. والشكل اللي بتعامل مع الفيوتشر او البروميس هو شبيه بالريزلت اكتر. بكل بساطه بقدر ان انا بفانكشن مثلا اسمها زن اقدر ان انا اوصل للقيمه اللي رجعت لي اللي هو الاوتبوت بتاعي، الرقم مثلا بعد ما اتعمل له جذر تربيعي، او بالكاتش بقدر ان انا اهندل اي ايرور راجع من الفيوتشر او البروميس ده. اخر حاجه في الجزئيه دي هي الماجيك فاليوز. كتير مننا اكيد اتعامل مع فانكشن سورت مثلا او جيت اندكس في اي لغه. الجيت اندكس دي في الغالب في معظم اللغات بترجع الاندكس بتاع عنصر جوه اري او جوه ليست، ولو ما لقاش العنصر ده بيرجع -1. ده مثال على الماجيك فاليوز. الماجيك فاليوز بشكل عام هي اي قيمه ممكن تسبب لي مشكله في الكود لو ما رجعتش بالقيمه اللي انا محتاجها، زي مثلا في الجيت اندكس على الاريز او الليستس زي ما اتكلمت ان هو -1 دي مش بتعبر عن اي اليمنت جوه الليسته دي. وهنا في المثال بتاعنا استخدم ماجيك فاليو اللي هي -1 لو اليوزر دخل لي اي رقم سالب. ولكن الكاتب في الجزئيه دي طبعا ما رشحش الاسلوب ده خالص، لان هو هيسبب اي مشاكل عندي في الكود. على سبيل المثال لو هم متوقعين ان هو طالما مش بيثرو اي ايرور او بيرجع نل او بيرجع ريزلت وفيها اكسبشن مثلا، فاي حد هيتعامل مع الفانكشن دي متوقع ان اي قيمه هيدخلها ليها قيمه هترجع، ولكن ما يعرفش ان هو لو دخل قيمه نيجاتيف او هو اصلا مش بايده هل هيدخل قيمه نيجاتيف او لا، لان هو القيمه دي هتيجي من اليوزر على طول. فلو اليوزر دخل قيمه نيجاتيف هترجع لي -1، واللي هو ممكن اكون الرقم ده بستخدمه في حاجة تانية تسبب لي ان الداتا بشكل عام مش منطقية. ولو جيت مثلا اعمل ريبورت او اجمع ارقام طالعة من الفانكشن دي فيما بعد مثلا لاي statistics او احصائيات انا محتاجها، هلاقي ان الارقام عندي مش منطقية. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من الشابتر الرابع. ان شاء الله اكمله خلال الاسبوع ده، وشكرا جدا لوقتكم. مع السلامة.